بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، جاءت حاجة في بالي حبيت أقولها. بكل صراحة، معظم الذي يشاركوا في القناة معظمهم طيبين، وأحسبهم من الصادقين، وأقدم لهم الشكر على تعليقاتهم الجميلة وعباراتهم الطيبة. فيهم الخير. هؤلاء أجزم وأثق بالله أنهم سوف عندما يبايعون المهدي يكونوا معه في السراء والضراء. أغلب الناس يتحدثون عن المهدي لا لكونه سوف يفتح بيت المقدس، لا، هم أغلبهم، قولوش الكل، أغلبهم همهم الوحيد يفرج لهم الكرب، ورب سبحانه يفرج الكروبات مش المهدي، ويرفع عنهم الظلم. الله عز وجل يرفع الظلم، ورب سبحانه يهيئ المهدي للناس اللي تستحق المهدي. كما تكونون ولا عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نخرج على الحكام حتى وإن ظلموا ووقع منهم الظلم، وذاك اللي وقع الظلم منهم ليس أمر كاك صدفة، لا، بسبب الذنوب الله عز وجل سلطهم علينا. ولكن المؤمن الصادق يكون يصبر حتى يستريح، إما أن يتوفاه الله ذلك الحاكم قدر له رب سبحانه يغير له بحاكم آخر، إما أن ربي يهديه. والناس ليس كل إنسان يصبر على الابتلاءات إلا من كان مؤمن. الإيمان هو اللي يخليه يصبر على الظروف الصعبة، ورب سبحانه يبتلي عباده لكي يلجأوا إليه بالدعاء ويأخذوا بالأسباب، حتى الله عز وجل يقول لا يغير الله قوم ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هكذا. السلام عليكم.